ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور ندى من اسال على النهارده جالي سؤال بيقول آه، قطه شارع ولدت عندي في الشقه، ازاي احافظ على نظافتها عشان اطفال؟ تمام. هو بس الفكره ان احنا ممكن ناخدها هي والكيتن اللي ولدته لاقرب عياده. دكتور يتشيك عليها ويفحصها كويس جدا، يشوف ان هي خاليه من اي امراض، ما عندهاش اي مشكله. الكيتنز صحتهم كويسه، تقدر ان هي تهتم بيهم وترضعهم وتوفر لهم الرعايه الكويسه. ولو ليها أي تطعيمات ممكن يديها لها. لو الكتن كان عمرهم عدى شمال 45 يوم ممكن يبدأ معاهم بروتوكول تطعيمات. وممكن نبدأ معاهم بروتوكول تطعيم الديدان. فتشيك عليها وعلى الكتن ان هم بصحة كويسة وما عندهمش أي عدوى تتنقل لنا. زي ايه الحاجات اللي ممكن تتنقل لنا؟ زي مثلا الرينج، الفطريات. نتأكد طبعا من الموضوع ده، لأن بعد الولادة بتبقى القطط مناعتها ضعيفه، فممكن يظهر عليها حاجه شبه كده، فنتاكد ان هي مش موجوده والدكتور يطمنا ان هي صحتها كويسه ويمشي معاها بروتوكول تطعيمات. وممكن عادي تحتفظي بيها يعني، ان شاء الله تبقى الموضوع بسيط يعني. تمام.